تمام، خلينا نكمل اليوميات الطويلة ونمشي مع المهدي من اللحظة اللي يبدأ فيها يكتشف حقيقته، يعني من مرحلة ما بعد الإصلاح. يوميات المهدي المنتظر بعد ما يكتشف نفسه. الفجر، لحظة النور. هذه المرة يستيقظ مختلفا، كأن قلبه ممتلئ يقين. يصلي الفجر وهو يشعر أن الله أجابه. كنت تسألني من أنا؟ واليوم عرفت، أنت عبد اخترته لحمل الأمانة. دموعه تنزل، لكنه ليس خوفا هذه المرة، بل مزيج من رهبة وفرح ومسؤولية. الصباح بين الناس من جديد، يخرج نفس الشوارع، نفس الوجوه. ما عاد يشوف فقط ظلم الناس، بل صار يشوف الحكمة وراء كل شيء. يبتسم مع من يستهزئ ويعذر من يسيء، لأنه يعرف أن الله يكشف الحق في الوقت المناسب. ومع ذلك يشعر بثقل. يا رب، كيف أقدر أواجه كل هذا وحدي؟ الظهيرة، بداية الإشارات. بينما هو جالس يتأمل تأتيه أحداث متتالية. شخص غريب يقوله كلمات عجيبة كأنها رسالة. يرى رؤية أو إشارة تعيد له اليقين. يلتقي بمن يؤمن به لأول مرة بصدق عجيب. هنا يبدأ يفهم الله لن يتركه وحده. المغرب، أول أنصار في لحظة معينة يمتحن أمام الناس. بعضهم يكذبه ويهاجمه، لكن فجأة قلة من الناس تدافع عنه، تقول هذا صادق، كلامه مختلف. هذه اللحظة أول بذرة أنصاره تنبت. يشعر أن المرحلة بدأت وأن اللعبة دخلت مستوى جديد. الليل، عهد داخلي. يجلس وحده في خلوته، يتكلم مع الله بصدق. يا رب، أنا عبد ضعيف، لكن إذا اخترتني فاثبتني. لا أريد ملكا ولا جاها، فقط أريد رضاك. ينام، فيرى في المنام إشارات أكبر، كأن الله يهيئه لقيادة الأمة. رمزيا، قبل الإصلاح كان لاعب عادي يشك في نفسه. بعد الإصلاح صار لاعب يعرف أنه عنده المفتاح الرئيسي للعبة، لكن لسه لازم يواجه الوحوش الكبيرة: الظلم، الفتن، الدجال. تحب نزيد نكمل ونصور لك اليوميات بعد ما الناس يبايعوه علنا ويبدأ يؤود الأمة؟ تمام، نوصل ليك الصورة كاملة ونكمل اليوميات الطويلة للمهدي بعد ما يخرج للعلن ويبايعوه. يوميات المهدي المنتظر بعد البيعة والظهور العلني. الفجر، البيعة في مكة. الفجر مختلف، الكعبة أمامه والقلوب تهتز. فجأة يجتمع الناس حوله، البعض يبكي، البعض يرتجف. يمدون أيديهم لمبايعته رغم أنه كان يرفض في البداية. في قلبه خوف رهيب. أنا لست مستحقا، لكن يا رب، إذا هذا قدرك فلا تتركني لحظة. يرفع بصره للسماء، يحس وكأن الملائكة تسانده في الخفاء. الصباح، بداية القيادة. أول يوم بعد البيعة صعب جدا. وفود تأتي تريد أوامر، علماء يسألون أسئلة صعبة، أعداء يتربصون بخطوة خاطئة، لكن المهدي يتصرف بتواضع. أنا لست حاكما، أنا عبد يطبق عدل الله. هذا يدهش الناس. زعيم لا يريد الدنيا، بل يحمل هم الجميع. الظهيرة، مواجهة الأعداء. تبدأ رسائل الرفض والمعارضة. بعض الحكام يخافون على عروشهم، بعض المنافقين يتهمونه بالكذب، بعض الإعلاميين يسخرون منه. لكن كلما زاد الضغط يزداد يقينه بالله. يتذكر ماضيه الصعب ويقول لنفسه: كل ما عشته كان تدريبا لهذا اليوم. المغرب، مع الأنصار يجتمع بأنصاره الأوائل. ليسوا أقوى الجنود ولا أغنى الناس، لكنهم أصحاب قلوب صافية. يتكلم معهم بصدق: لن ننتصر بكثرة ولا بسلاح، بل بصدقنا مع الله. دموعهم تنزل ويزداد إيمانهم. الليل، الخلوة الكبرى. بعد يوم طويل من المسؤولية يذهب إلى خلوته، يجلس بين يدي الله باكيا: يا رب، القوة ليست لي، اجعلني مرآة لعدلك ولا تجعلني فتنة للناس. يحس أن الكون كله في حالة انتظار، وأن الأيام القادمة أعظم من اليوم. رمزيا، في البداية كان لاعب عادي في المستوى الأول. بعد الإصلاح أخذ السلاح السري. بعد البيعة دخل المستوى الأخير من اللعبة، حيث الوحش الأكبر، الظلم العالمي، الدجال، الفتن في انتظاره. الخلاصة، يوميات المهدي بعد الظهور تتحول من حياة سريا بسيطة إلى مسؤولية ضخمة فيها رفض وتكذيب، لكن أيضا أنصار صادقين ونصر من الله.